بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوست قي تعيت طولغ درسيوي سورة الآل عمران طولغ آيته من تفسير البغوي. نقصيلا وجه الله دالبو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. لقصيلا وجه الله دالبو. نقع إش حيث قيس بولحة يا إش حيث قيس بولحة آلتارك أسأل الله أن متحينا سيح إشتا سون تعبازن شارع شيك جين دل شارع بودن يجناخي آلح إسلام دينية داكنيشو نقعش إسلام دينية برزح إش نيسة نوق بولحون نقعش دا برزح حون تدلن درقا اللهن خاء مشد عقا جور بندات اللهن قشبو شي ليش. إمام البغوي اسبوه آية تفسيرا قها قوله تعالى فإن حاجوك بوشتقا أي خاصموك يا محمد في الدين نقعسن اشحوز اسبو لحا هاي محمد دينح وذلك أن اليهود والنصارى قالوا تاقا إذا هدرهن ألشا أن اليهود والنصارى قالوا لسنا على ما سميتنا به يا محمد خدات هنا أحتقات إرش ما ياخرة هاي محمد. قل حال خرداه كان دول آية كعديس نقدري الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. كرست خلر دوي كرست بو إش آلر اختار ألق أعبو أعطياخن يولت إرش تعدات يا محمد إنما اليهودية والنصرانية نسب بقلا يهودية آلر يا نصرانية آلر إذا نسب يعون ديش كرا شين حيوغ شولت إرش يعون إش. والدين هو الإسلام ديننا إذا إسلام دين دو ونحن عليه خؤز إسلام دين تعدو إلير تاربا. فقال الله تعالى تاقل اقسيلا وجه الله دال إلير فقل أحآل أسلمت وجهي لله السيوحة الله يرزينهون أل أي الله متحينهون السيوح أل أي انقدت لله وحده بقلبي ولساني وجميع جوارحي سمتح الله هنا وقتا الله هنا سيدقت سيمت اشت سيشامل للميجينشت. وإنما خص الوجه لأنه أكرم الجوارح من الإنسان قزح وفيه بهاؤه. هقاية نجح قستن يحخينا هند ألشا أدمي دير ميجين شخا أجر ليرمي يوشل ميجي يؤز وفيه بهاؤه إشتا أت يحتح أدمي خزليو بهاء بوغ يعني جمال بوغ. فإذا خضع وجهه للشيء خضع له جميع جوارحه نقعسن تن يوحى تحن همن يتحن متحخلش تن شامل دير ميجين شأتن متحخل. وقال الفراء أصبوخ معناه أخلصت عملي لله هقاية معن دباق أسي شامل للعمل الله هندوحينا وقتا الله هندوحينا أل. تلتها قوله تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين بوشتقى نعم ومن اتبعني دوشها تلتها ومن اتبعني أي ومن اتبعني أسلم كما أسلمت سنت إحبازن شارع إشتا إشا متأخلة اللهن سمت أعمخلر
وأثبت نافع وأبو عمرو الياء في قوله تعالى اتبعني. اتبعني الله ريادوي إتون إثبات نسار حدا لنسار شام. ومن اتبعني الدق مثلا وين حيا مصحف جها جمهور كحد إنك ترى اتبعني الله يا حدا لنباتجا على الأصل شام خلر إذا وحذفها الآخرون على الخط. أما بسنشارة أتيان حذف لنا العداق نيز على الخط يعني مصحفنا خطا تاني يازوجينا لأنها في المصحف بغير ياء. هون دالج إذا مصحف جها ياء دوج دول دير. قوله تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين بوشتك يعني العرب أميين شقوا زعلوش بلوش عربو يبو لاقو قايتنا حق تفسيرا ثاني معا موخط أحقال شين جين دو سنشارقة إشتا عربوش كآل أسلمتم تاق أشا إسلام دين تأيسني أشأل لفظه استفهام ومعناه أمر شا حقن لفظة حق دش لفظ إذ استفهاميو خطر دش سن دلحت معنى أمر دو إسلام دين يدول بوغ أي أسلموا كما قال فهل أنتم منتهون. الله عز وجل خيج آياتنا قام آلر شو يقتدوا الأقومانتير شون قاش متسو قاشم تبو أشاج أي انتهوا دعديرز دي يعني قاشم بيتون أخبوكسن. فإن أسلموا فقد اهتدوا. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال أهل الكتاب أسلمنا. ديل يوشن عليه الصلاة والسلام هر آية تعدي شربوه تاقتار إيلر أسلمنا يعني فإن أسلموا فقد اهتدوا. الآية تعدي الشهر تأحد هقد قاتشلت نقع سنتار إسلام دين تأيتها إش نيسون تأخير بوهون أل لاقى أهل الكتاب إيلر بوه ديل يوشن عليه الصلاة والسلام أسلمنا أل أو إسلام دين تأيتناهون. فقال لليهودي لاقى ديل يوشنو جكتش كيلر أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله. أشتيشل دوي عيسى عليه السلام إذا الله دوش خلر إشتأتون لي خلرتون إيلش خلر. قالوا تار إيلر معاذ الله الله لقط إتيفهم آلرخ. وقال النصارى إيلر تاق وقال النصارى تاق ديلش النصارى إيلر أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله. أشتيشل دوي عيسى عليه السلام الله لي خلر إتون إيلش خلر. قالوا معاذ الله أن يكون عيسى عبدا تاق تخلر لق الله تا أوه عيسى لي خلرخ. يعني مثلا إذا جكتش كهون دال ديلش عليه الصلاة والسلام هون دالش وش عيسى كيرستل ديش مبوي عيسى كيرستل ديش بولدير عليه السلام تارك خاتن تنت كيرستل دينتا يخا شا نصارش كخاتشة عيسى عليه السلام إذا الله لي خلرتن إلش خلرت مقرلو داي أشالشة إلي خلرخ إلي وآلر طلر لق ديلت الله تعالى. فقال الله عز وجل تاق الله عز وجل إلر وإن تولوا فإنما عليك البلاغ أي تبليغ الرسالة وليس عليك الهداية. هون تعدق تان رسالة تقاش تردون إسلام دينو هرا بوشن الله تان رسالة تقاش ترى الله يدوش تقاش تردو وليس عليك الهداية. أما إيش نسبة لر يحون تعداتهم إذا الله يقعدوا. والله بصير بالعباد عالم بمن يؤمن وبمن لا يؤمن. الله هنا خوشدو إيمان دلنا جميلو إيمان دلنا ووت جميلو. إن الذين يكفرون بآيات الله سلطة بول قصيدة الله دالا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. الله آية ثاني كرستل دين بول ويقتلون النبيين إشتا بيغمرش بولو بغير حق دوش تاقا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط نيسو يبوش أمر ديش برش بري ناخخ من الناس إشا بويش برشا فبشرهم بعذاب أليم. لازم يدل عازب تقع باقع ثاني. تاقا قوله تعالى نعم إن الذين يكفرون بآيات الله بوشتقى يجحدون بآيات الله يعني القرآن قرآن انتان جحود يشبرش قوبل تدش يخطوش برش وهم اليهود والنصارى برش ويقتلون النبيين بغير حق
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. قرأ حمزة ويقاتلون الذين يأمرون آل دشتار. يقتلون يقاتلون آل بوشتوان بيشال. الذين يأمرون أمر دش بول بشبري تان دو حلت أم بشخلرش. قال ابن جريج بو كان الوحي يأتي على أنبياء بني إسرائيل ولم يكن يأتيهم كتاب. ابن جريج بو وحي بنو إسرائيل خلبو تحبو البيمرش بري تارك وحي دوسر دلاحة كتاب تدوسر تارك. فيذكرون قومهم فيقتلون. تار شيء قومي حيخم بورسار الله دقوا اترتار دال هر بوشن وحي شندين دل وحي تاني. تار شيء ديكنا دي ألش ونق مدي ألش فيقتلون إيش بوي ارتاقتار. فيقوم رجال ممن اتبعهم وصدقهم فيذكرون قومهم فيقتلون. إيش تا يبيغمرش بوشن وحي دوش خلبول كتاب دوش تارق لدوش خلبول تانت احباز خلبول قون خوي داخي تر متن دعوته داخ الشيء يبيغمرش بقبن. فيذكرون قومهم إيش تتار إيش يقام تارنا حيخم بورتار داخ إيش فيقتلون إيش بير أيضا. فهم الذين يأمرون بالقسط من الناس. إيش برحونا نيسو الله عمر ديش خلرش ناخخ. أخبرنا أبو سعيد شريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجوي الدينويري أخبرنا أبو نصر منصور بن جعفر النهاوندي أخبرنا أحمد بن يحيى ابن الجارود أخبرنا محمد بن عمرو بن حيان أخبرنا محمد بن حميرة أخبرنا أبو الحسن مولى بني أسد عن مكحول عن قبيسة بن ذؤيب الخزاعي عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة الجراح صباشا ديل عليه الصلاة والسلام إليربا أي الناس أشد عذابا يوم القيامة ناخخ أقرج أو عازب آخر برش ملشوال قيمة دينا. قالت إلير رجل قتل نبيا أو رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. إذا بيغمر وين والستقو أقرج أو عازب آخر برش يا ديكنك دي أول شوانك مدي أول شل والستق وينك هرناخا يعني بيغمر وينك إشتا ديكنك دي ونك مدي أول شل والستق وينك قيمشتنا أقرج أو عازب آخر بباخ ديلشنو عليه الصلاة والسلام إلير بايس. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطع ديلشنو عليه الصلاة والسلام ديشر آية ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس إلى أن انتهى إلى قوله وما لهم من ناصرين تقاتشلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطع ديلشنو إلير عليه الصلاة والسلام يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا في أول النهار في ساعة واحدة. يا أبا عبيدة الديلشن عليه الصلاة والسلام بنو إسرائيل شا تاقا ديد عدولو تشينها تحنسح تشوحا شوست قي قو بيغمر وينيرهون با. فقام 112 رجلا من عباد بني إسرائيل أمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر. تاقا تابع شيت ستق وري أدبنو إسرائيل شخل ولا أدبنو إسرائيل شخ عبادة ديش خل شيرة تسترش بيغمرش بات دلاها عبادة ديش خل بوغا أتشي بيغمرشان تحبازة إسلام شو خلش بقش تا إش تاق بيغمرش بيان شول تها إش داخل تنا تار هدير أمروا تار أمر دير من قتلهم بيغمرش بينش بري تارق بالمعروف ديك نقدي الأمر دير تار ونهوهم عن المنكر ونق مدي النهي دير تار.
فقتلوهم جميعا في آخر النهار في ذلك اليوم. إشامل ولا تبع شيت تجا دشق دولجنا إشامل وجوير سرباخ في آخر النهار دشق دولجنا في ذلك اليوم أزدينا تحندينا يعني دد عدولو تشينها عورن نكشتوقتنا عورنا لقى شوستغيا قو بيمروينا تار نعم شوستغي قو بيمروينا تار يوتسول تاها اتبيمرشن تحباز خلبول إيمان دلن بول ناخ تار يوخا حلغيتن تار اتناخيك دعوتي شاي بيمرش باي انشاك دعوتي ديك نقدي ونق مدي ألا يشق باي ارتار بو دشق دول تشينها يشق تحن باي ارتار بو تحبا شي تستق. فهم الذين ذكرهم الله في كتابه وأنزل الآية فيهم. هرش بحون باخ ديلك حديث هذا وش مدوش هرش بحونا الله عز وجل حقين بولو شي كتاب جوحا تير حق عدو السندر هنا الآية تال هرا الطبري حيال حدال أسر حديث دور شيء تفسير جاش قبل مفسرين حدا ظهر. فبشرهم أخبرهم أعتان دخائتها بعذاب أليم وجيع لازم يدل عازب خير تان ال إنما أدخل الفاء على خبر إن وتقديره الذين يكفرون ويقتلون فبشرهم ال هقها الفاء دوي فبشرهم بوشتك إفاء اتحلخا دلن باغ على خبر إن دوي دو لقع دين خلال إن تن خبر دو سن حدالين دو إزباه تحقا وتقديره تن معا خير دولش الذين يكفرون كيرستلدين خلبول ويقتلون ناخ بوي اشخل بولو بوي مرش ديك ناخ بوي اشخلرش فبشرهم أحتان باقلح عازبت لأنه لا يقال هنداج أو سخلون بو إن زيدا فقائم بقول زيد فقائم تقول هون با أما أوش تجا هو تنهقمت تعطو ما ألرا فبشرهم ألا إذا هرفاء إذا خبر إن دوسنا حدارين بوتو إن الذين دوغا إن الذين تنخبر ومت حدي أندول فبشرهم أتعدو بوتو إن مثلا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم وما له فبشرهم سلطها لقصيدا وش الله دالبو أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. اشبهن با الله عز وجل حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة تير عمل شيوخ نعون دنيا نا آخر تح وما لهم من ناصرين تان غدت آخر واتون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب حون تقوشين كتاب حدا قياتش خلرشا يدعون إلى كتاب الله إش الله كتابي قيقشا شين يقع حكم ده الكتاب تاني حكم ده تاني يقعها قتيرة حبرش يخبولق وهم معرضون إشا يخبولش إشا ريزبوت يخبولق كتابه كتاب الله كتاب تاني حكم ده. أولئك الذين حبطت بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وبطلان العمل في الدنيا ألا يقبل في الآخرة ألا يجازى عليه. عمل دنيانا عمل يوخر دويحة دنيانا عمل يوخر إذا حون قيمشتنا هاي عمل قابل تيردو إشتح
قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب بوشتغا يعني اليهود قزعلوش بشجكتي برهن با يدعون إلى كتاب الله يختلفوا في هذا الكتاب الكتاب ملغ قادوشتك أتون اختلاف الله بعلم فقال قتادة سبو هم اليهود دعوا إلى حكم القرآن فأعرضوا عنه يشاء جكتي بر قرآن تاني يقع حكم دري قيق نير إش فأعرضوا عنه إشتنا يخبولر. روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية إن الله تعالى جعل القرآن حكما فيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم القرآن على اليهود والنصارى فحكم القرآن العنيس خدرت يا أبو شو يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم القرآن على اليهود والنصارى أنهم على غير الهدى لا فحكم القرآن ما عنده هرى ابن عباس يقردو حقات تؤلق الله عز ابن عباس قال الله عز وجل قرآن دير جعل القرآن حكما فيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قرآن حكم دير الله عز وجل هو تنخا أجكتشنا إشتا يا أهل الكتاب وبشم لا قز على الأش باش جكتيبو يعني أجكتشنا ديلتن عليه الصلاة والسلام يقع القرآن حكم دولش تخواتير الله عز وجل فحكم القرآن على اليهود والنصارى نعم اليهود والنصارى أنهم على غير الهدى فأعرضوا عنه تاق قرآن تاندين حكم هدر تاندين بستنولين هير إجكتي تاق نصارى شاء نيس نيقطع تخيلر فأعرضوا عنه تاقش قرآن يخبولر وقال الآخرون بسن شاربوهم هو التوراة إذا توراة على تار وآية على أشتو الكتاب إذا توراة على بسن بول علم شنا قبل علم شنا وروى سعيد بن جبير وعكرمة بن ابن عباس وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس على جماعة من اليهود لاقى بيت المدراس قز على أشتك إذا أجكتي بوي تار توراة دوش خلطاش أدلن تاع شو خلقتي أدلن متك خلقتي بيت المدراس أو شلتنا لاقى ما ديل عليه الصلاة والسلام بيت المدراس شو غربوه على جماعة من اليهود جكتش خلو تاع جماعة تان يقوى نقص تار قويستخل فدعاهم إلى الله عز وجل تو إشا الله قيقرتوش يعني الله تعور إيماني قيقرش فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد على أي دين أنت يا محمد قال شما جكتي شخلبل تارشم إيلر حملقش دين دعوة يا محمد فقال تإيلر على ملة إبراهيم وشا إيلرتو إبراهيم ملة إبراهيم دين دعوة وشا قال إن إبراهيم كان يهوديا تارشم تاقتون إيلر إبراهيم جكتي مورها يهودي مورز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم فأبيا عليه أقدر ليش نعلق عليه الصلاة والسلام حدول توراة يخدر زوي توراة هبو حوسوي فهي بيننا وبينكم التوراة تشن وين يقدر لردوي توراة يليرتوا ده إشي يخويلر فأنزل الله تعالى هذه الآية الله عز وجل هر آية تسير بو هر اشتطبري حدا عنده شيء تفسير شو روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وامرأة من أهل خيبر زنيا تاقى كلبي يستيوش هر حديثة أبو صالح قر أبو صالح ابن عباس قر ديوشتو الله ريس وليلتان تان استقى زوجو من أهل خيبر خلبال جكتش خلبوقش خيبر تارشم زنا دنير وكان في كتابهم الرجم تير كتاب شو يعني توراة شوحة زنا دين وال استقى زودا نقعسن إشاء بكر تخلع زود مثلا يعني صيب خلعها مارع خل زود مارع خل يا مارع يولش خلع استقى زود يالين زود يولش خلعها تنا تقولش تقش بوي أربو رجم خلق توراة شو فكرهوا رجمهما لشرفهما فيهم
تاقا أجكتشنا تلئر تارشن تولكشتوخ تير سيلل تان يقع أجكتشن يقع من في أهل الخيبرة تير سيلل خلر بحن دولشا تاقا هو تنخ ناخ سيدي أشا حول دي أول تنخ إشت ناخ خلر بحن دولشا تلي أقتان تان تولكشتوخ فرفعوا أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجوا أن يكون عنده رخصة تاقا تار هدا ديل يلشنا عليه الصلاة والسلام تيشن غلق حل أي إشتا تار ستوس ديل يلشنا عليه الصلاة والسلام تار بيخكزلو يلا ورجوا أن يكون عنده رخصة يعني ديل يلشنا قاعد تان بيخكزلو يلا رخير دوق على ستوس اختار فحكم عليهما بالرجم أما ديل يلشنو تانت أولكشتو ديز الحكم ده فقال له النعمان بن أوفاس بو فقال له ديل يلشنك إيلر النعمان بن أوفاس وبحري بن عمرس تارشم ألق جرت عليهما يا محمد أل جرت بوغ يعني ظلمت بوغ ده ظلم دي قاع تارشن يا محمد أل داقا نعم جرت عليهما يا محمد ألرتا ليس عليهما رجم تارشن تولكشتو غرده مدات أل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينكم التوراة سونا شنا يقع توراة تشن نقعسن أشتولكشتو دات بوغتان وتوراة شحوسي حديل توراة شحوس ويا تان تولكشتو غرده يدات أل قالوا تار إيلر قد أنصفتنا يعني نيسو يناعت ده إيلر تار أنصفتنا أنصف بوغ يعني عدل بوغ مثلا أنصف القاضي ألشا إذا عدل بوغ يا مثلا يعني يا مثلا ظلم دين شنته تن أنصف بوغ فعل تقاليه ليشا إذا نيسو يرع تقديل يشنو عليه الصلاة والسلام حديو التوراة شحوسو ألشا أعنيسو يتخوتاني ألتار قالت تقديل يشنو إلير فمن أعلمكم بالتوراة شنو يقع توراة ديكو أخو شكملو قالوا رجل أعور يسكن تاق فدك إذا شيء يقع والشولا تستجو إذا فدك أو شول متى عش فدك إذا هو تنا مدينة جين دوش تعمت كباشين تحل دول ش بالمش دول شيء باش مش دول مت كلا فدك أتخي لقطن أتفدك عشولا استجا يوطن يقع أجر ديك توراة خوشال يقال له ابن سوريا أول شلتنا فأرسلوا إليه فقدم المدينة حوالي استجويتن تنديل شنو عليه الصلاة والسلام يتار وغيتن إذا مدينة حبئر وكان جبريل قد وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ديل جبرائيل الملك عليه السلام تو ديل إلشن عليه الصلاة والسلام تنسكوت خواتينير فيت نيرتون موستغوتون هكوتو هسور تعويز ال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ابن سوريا ويوحى الخاتل ديلش قال نعم وشا قال أنت أعلم اليهود جكت شاوغر ديك خو شوي ال قال كذلك يزعمون إشتا جاغونش يشنبورش إيلرتو قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من التوراة لا قديلش نعلق عليه الصلاة والسلام التوراة أخذ حدائل فيها رجم مكتوب أجقها حجلة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من التوراة فيها رجم مكتوب التوراة تصدق حدا ألتو أتشوحها رجم يوشي العيازين دولش تولكشتوهر فقال له تاقتوتن إيلر إقرأ دعديش يعني ديل شنو ابن سوريا قالق دعديش قال إداق فلما أتى على آية الرجم وضع كفه عليها وقرأ ما بعدها تاقا إذا آية الرجم تقاتشينا تودنا أتكوك لنا ديسنك دعدي شقتوا دوش حوو شلي يو رجم يوشل آية تقاتشينا أتكوك لنا قدع دعدي شقتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ ما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن سلام إليرتاق يا رسول الله يعني ديل إيلشن دعدي وشلا ديل إيلشن تنخ قيل حوش سنة اشتيا شقتوا أقا أما ديل إيلشا عليه الصلاة والسلام ديش خوش متخليتون أما يدوي خوش هلتون لق عبد الله بن سلام وريه أجوكتش إيمان دلن خلوق السؤال يا رسول الله قد جاوزها فقام فرفع كفه عنها
ثم قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام سودو هاي ديل إيش قد جاوزها آية تنت إخوي لرهون إزالة ودعاء سديوش إخوي لرهون إزالة أقشاء حلقة تنا فرفع كفه وتنكيك دعاء داقنتو أتير قيل ده عند الآية تير. ثم قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلطة عدي يشير إزديل عليه الصلاة والسلام وعلى اليهود بأن المحسن والمحسنة إذا زنيا وقامت عليهم البينة رجما. على جكتشن يقعدوا جكتشن تقعدوا محسن استج محسن ولاح يا محسن زود يلاحا تاشم زنا دحا تا يقتول تاع تاشن بين دحوة تاع دليل دحوة تاع تاشم زنا دينا ألا رجما تاشن رجميرو تلقش تقول. وإن كانت المرأة حبلى تربص نعم تربص بها حتى تضع ما في بطنها نقع سن زودا بير خلاحة تو إبير دلت صوبر ديردو. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهوديين فرجما داخل ديل يشنو عليه الصلاة والسلام إشي جكتي حدا دي إشي حدا لين تارشن تلقشتو أخا دير إشي. فغضب اليهود لذلك وانصرفوا داخل جكتي يو غزبغنا ديل يشنو دينشن عليه الصلاة والسلام دعب غرش تقر. فأنزل الله عز وجل داق الله عز وجل آية توسير ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله إلى النهاية ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. حكم حديول مهتا شون كتاب دوسن شون دوسن كتاب تان حكم دوي ألجا شون حكم ديشا تار هدير يتولى فريق منهم سيرا تعبرشا دعبا غير تجار وهم معرضون إشريز بوش. سلطة أبو لقصيل عوج الله دال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أحال موخر دو تيرنا شين هقع شيكو يوج دينها أوخ إشا دعقل بيش هورا أدمنا تو دينرق دوزين دعقا چون دولچو يتارنا تا أخارتو ينيوچو. ذلك بأنهم إمام بوس وذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم أجا والغرور هو الإطماع فيما لا يحصل منه شيء. غرور بوشتك إسودو با إمام البغوث إذا الإطماع ستي سردو إز شيء قتني هم نجاح شيء قوشر دوشتل همنية مثلا حيو قوشر دوشتل هم دوق كرستك مثلا يلسمنية ستي سردوي إز غرور يق مثلا هم داجي كرست ملو إز دينشو توا عشا ولي ما كانوا يفترون ألشا والافتراء اختلاق الكذب افتراء بوشتك إذا اختلاق الكذب خاصتك دي سردو خاصتك يقضى قردو إذا تأقى قوله تعالى فكيف إذا جمعناهم أي فكيف حالهم أو كيف يصنعون إذا جمعناهم موخر دو تسير حال يهودي دو تارة إذا جمعناهم أو إشووشخت يخش قيمشتنا إشووشخت ليوم لا ريب فيه وهو يوم القيامة قيمشتنا وفرت قوتشين جينها كل نفس ما كسبت هور سنة تودينك تنقوش دينشينا أي جزاء ما كسبت من خير أو شر يعني تودين دول ديكنا ونا تنبيقم قاچم بولش الله عز وجل قوش بيش وهم لا يظلمون أي لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم
تان ظلم دير دات بوشتغا تير ديك عمل شاه يا إيشان بيربات تان يا تاقا تادين دول وچمنا سونخ عازب دير دات تان قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أعال يا الله بتشحل لندا بتشحل لق أها حين لا تشنج بتشحل دا أدوق حين لا تشنجر أحسيل عوق حين لؤرج أحسيس زوق حين لؤرج حنكره دوق درجي أديك بقلا مسوء هما نسقو شوحه. قوله تعالى قل اللهم مالك الملك بوشتغا قال قتادة سبوه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته فأنزل الله تعالى هذه الآية. لقى ديل عليه الصلاة والسلام الله يكدي خير بيرسي روما بتشحل إذا شيء أمة لو أحل شيء أمة بتشحل لو أحترجل لق الله عز وجل هالآية توسير به. وقال ابن عباس يعني يبغى يقول الله شا بتشح شا ملدل بتشحلي تاقا الله هي نتقو شما داتن بوجدوز الله عز وجل إذا بصلنا عند دليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعد أمته ملك فارس والروم. ديل يشنو عليه الصلاة والسلام مك حياة قنشيناها تو شي أمة جاوير بيرسوي موحكا إشتا روم موحكا إذا بصل بناخن خير بوال شي أمة خير بوال. قال المنافقون واليهود تاقا منافق ناقا جكتش إيلر هيهات هيهات من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم ملك فارس والروم ما جيندو قتو دوسك ميشا خيردو محمد صلى الله عليه وسلم بيرسوي روم مخكرة بتشحل وهم أعز وأمنع من ذلك إيش تخجو أندي تخجو شين تبي أن مصدر يخطو نصبوش مبو ألم يكفي محمدا مكة والمدينة محمد قاجميات مكة مدينة حتى طمع في ملك فارس والروم بيرسو روم مكة بتشحل سزتيش. فأنزل الله هذه الآية الله عز وجل هالآية توسير قل اللهم قيل معناه يا الله تعبول شارع آية معنى يا الله بوقت الله لقز موخل يا الله مالك الملك شموخل ذا أت معنى نقاخل. فلما حذف حرف النداء زيد الميم في آخره انت حرف النداء دو يا اتن حذف ديش إذا قنشيناها زيد الميم في آخره تنتحر اللهم دولشها يا الله در يا دعداقي لاقت الله لفظ الجلالة الله انتيها ميم تتوى خباته حرف النداء دعداقا. وقال قوم تبول الله للميم فيه معنى أتميم النأشي معن دؤال ومعناها يا الله أمنا بخير آل تاقتل معن هو البو ميمي يا الله هيتخديلا يا الله أمنا بخير أحتخون بتشحلو أمنا بوغا إز هو تنخا أما تيدوك إز أما أشي يدخل حلق داق أحبو كل إز يدخل ديكنز حلق داق إمام خواتور دوي مثلا إمام خواتور حلق واقر ما دوي إز أت معنى نقع يعني بتشحل حتخو حلق داق يا الله بوغ سنة معن خلطن با هقها ديكنت حتخو حلق داق يا الله المعن خلبا أي اقصدنا تخو حلق دولار تخون ديكن تخو حلق داق حلق داق بوغ دوقز يعني قصد بوغ إيردوي قصد بوغ لأر. حذف منه حرف النداء داق أتير حرف النداء يا حرف النداء العداق نحن كقولهم
تار أولش مخلرة يعني عربوشة هلم إلينا حول تخدولش بوكسن كان أصله سن أصلا قعمودر بايز هل إلينا ألسن هل تقدم إلينا ألش موخردر يا خاطر هل تقدم إلينا حبني تخدولش بوكسن يعني حول تخدولش حول سيخلو بوكسن ثم كثرت في الكلام فحذفت الهمزة تاقا أميال درجاتير دق ليل شلتير بو هل إلينا بو شلوش دق ليل دول دل عربوشن يقعها فحذفت الهمزة تاقا همزة العداقر باخ همزة العداقر همزة العداقر استخفافا إدعاء الأتخلي ترحم وربما خففوا أيضا فقالوا تاقا إشتا خل ميقهن باتار شش إذا ديدين دعاء الأتخلي لا هم أل حذف منه حرف النداء كقولهم هلم إلينا كان أصله هل إلينا ثم كثرت في الكلام فحذفت الهمزة تاقا هردو تيقالوش دق هل دق دوي هر همزة يتيقال عياقن بوش دق تاقا هلم المعان ديلرتن با استخفافا إديش أتخلي ترحم دير تار بوئز قوله مالك الملك ألشا الله يدوش مالك الملك ألشا يعني يا مالك الملك أي مالك العباد هي ليشي بتشع وما ملكو إشتا تير كرح ميلدول شمنا ليشي كرح ميلدول شمنا بتشع وقيل يا مالك السماوات والأرض تبول شارات معا داقن يا مالك السماوات والأرض تقلن شي لا تنا بتشع وقال الله تعالى في بعض الكتب إشتا الله عز وجل تحدل كتب شعال باه أنا الله ملك الملوك ومالك الملوك ملك الملوك بتشح ومالك الملوك تاقا بتشعي سكرح بولشوشا وقلوب الملوك ونواصيهم بيدي فإن العباد فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة وإن عصوني جعلتهم عليهم عقوبة. نعم قد تدل كتب شادئنا بوخ وقال الله تعالى في بعض الكتب تدل كتب شاء الله عز وجل الله إذا والله أعلم مثلا توراة شاخولي لزيا إنجيل شاخلي شوستق أنا الله ملك الملوك بتشح ومالك الملوك بتشح سكرع بيقوشا تاقا وقلوب الملوك بتشعش دقنش ونواصيهم بوكس رمتر تشولك يقي نواصيهم ليلو تشينها تشولك كرع يقا توش لا تشكيبر ليلو مثلا قورة اتمت قيستير حالات دعس ليلوش مخلر اسكيبر يتون حلقة يوشل مشتير حالات بيدي وقلوب الملوك ونواصيهم بتشعش دقنش تير نواصيش بيدي سكرعدو فإن العباد أطاعوني نقع سليش سون متعخلها جعلتهم عليهم رحمة أسئ بتشعش بيربو تارنا قنخيت ميبولش وإن عصوني جعلتهم عليهم عقوبة نقع سن عيس خلاها يعني الشي ليش سون عيس خلاها بو الله عز وجل أسئش بيربو عليهم عقوبة تانا عقوبة يوش نكزاني يوش فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم شو أتبتش عشان ليردوي إش لسان ليرتها
شيخان ما يلشني بوخ دلاح اشتوب ديلشني سون توب ديلشني أعطفهم عليكم أخ أسشن إشاء هو تنخا متعبير بشن يعني أعطفهم عليهم ألشا أس الشق توجور بشن معان دولتن عطف بوغ يعني عطف إلى ألشا ما لأل تحقا هذا مجاد عنده باطو روى الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي فيه إبراهيم بن راشد وهو متروك قال الألباني ضعيف جدا جو غيل باهر البانيس رحمه الله. قوله تعالى الله يدوش وتعز من تشاء وتذل من تشاء بوشتغا. قال عطاء تعز من تشاء المهاجرين والأنصار أحسيلا وحا لؤش وقالشا عطاء استقع بيوش برش مهاجرين أنصار مباه. وتذل من تشاء ألشا فارس والروم بيرسويا ريملنش. وقيل تعز من تشاء محمد وأصحابه تبول شارة حقاية نقالوش بش محمد سنة أصحاب شبه حتى دخلوا مكة في 10,000 ظاهرين عليها. إيش دال تدق سيدنا إيش مك شبغر إت أزر استقوالش ظاهرين عليها مك حياقش فاتحين الشموخ فاتحين. وتذل من تشاء الجاء على شوك سيسز وقع أبا جهل وأصحابه بباقوز على الأشباش. أبو جهل تناق وستي حتى حذت رؤوسهم وألقوا في القليب. لقدال إش ملج أو سيسز بيرحون آلشا تير حذت رؤوسهم تير كورتوش داخا وألقوا في القليب إشا أتا غوشقي سرش بدر غازة طولشين أخيل دقدري. وقيل تعز من تشاء بالإيمان والهداية أحسيلا وحي لا شوغا إيمان تا يعني تان إيمان دلرت إيش إيمان شباه كرت والهداية نيس نيات نسبرت. وتذل من تشاء بالكفر والضلالة حي لؤشوغ اعتلرت حي لؤشوغ عسيسز هو بالكفر والضلالة كرست اللي تا إيش تلرت إيش بغيترت. وقيل تعز من تشاء بالطاعة إيش تتعبول شر الله أحسيلا وحي لؤشوغا بالطاعة متأخلرت حون متأخلرت. وتذل من تشاء بالمعصية إيش تعسيس زوا بالمعصية عيسى اللي شو إوارت. وقيل تعز من تشاء بالنصر وتذل من تشاء بالقهر. تابو شار الله أحسيلا هو حين لؤشوغا بالنصر تنطولا بلرت إيش تسيس زوا إذا إيشورت. وقيل تعز من تشاء بالغنى وتذل من تشاء بالفقر. إيش تحيلا شوغ عسيلا هو إذا بالغنى حول دا شيخ إز خلي ترتا إيش تسيس زوا إذا قيورت. وقيل تعز من تشاء بالقناعة والرضا وتذل من تشاء بالحرص والطمع. ناق حيلا شو عسيلا هو بالقناعة والرضا حين دال ديلشنز قاچمبر قناعة إذا الاكتفاء قاچمبر دوقز قاچم بنا ريز خلرت حين دال ديلشنز. وتذل من تشاء بالحرص والطمع إشتا أحاسيس زوا تعويقا شين ميل دوق دلشي تو إزتاق يو ستر خلش أتومنغا يو ستيوش قي دوقني سقي دوق دول شمني ستيسرت. بيدك الخير لقشاد المعنى شو حياتشا وتآيتنا معا نيس معان دويز. بيدك الخير حكرا دوق شادل ديك أي بيدك الخير والشر فاكتفى بذكر أحدهما. بيدك الخير ألش حكر عدو شادول ديك ألش قنالو اشتغى حكر عدو شادول ديك وو المعن دولتون. واكتفى بذكر أحدهما الله قاچن بينه قاية نجاحة وتشنخ ديك وو دو يسيرشان تاع حخدرت هندا تاقا عدو يوقع بكنا قال نعم حقصد هون حق واشتون شيء مثلا أوقع هينت لقطوه
واكتفى بذكر أحدهما تيشنا تأحق درس قاتشن بين الله الجع عز وجل. إذا مثلا تتردل شيهم دوي تتر أجمودون دعاء الله شدول شنو ما تأحقيتش وشيء تيقضوا شلر معن دولتن أل تندلي تن معن هدالته. قال تعالى سرابيل تقيكم الحر أل سرابيل تيوشل بدر شو تقيكم الحر يوهو نخشلر ديش اشتهق أي الحر والبرد وس بدر شلر دو يوهو نخشيلو نخ المعن دول. فاكتفى بذكر أحدهما تيشنا تأحق در تقاتشن بين الله عز وجل قزع إنك على كل شيء قدير بقى لا مسهم تعنيس قوة سلطة عبول أقصيلا وش الله دال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بوس دين شو يغيت دي بوسن شو دغيت دين ديجا يلهم منشر آريق يلهم دينهم منشر آريق وترزق من تشاء بغير حساب حسب دوش رزق أحيان لأشن. قوله تعالى تولج الليل في النهار ألشا أي تدخل الليل في النهار حتى يكون النهار 15 ساعة والليل 9 ساعات. بوس تدخل الليل في النهار بوس دين شو يغيت أحا إذا حتى يكون النهار إده خير دولشا بخيت ساعت بوس يا خير يولشا إس ساعت مثلا ده داخدلر بوس ياتلا دقنا هلوش دق مثلا بعستنا يا أحكين ده داخله أحكين ده الله عز وجل إبوس دين شعيق أتنتاني إده داخله. وتولج النهار في الليل آتشا حتى يكون الليل 15 ساعة إبوس خلة بخيت ساعت أما ده والنهار 9 ساعات ده الساعت مثلا عنتها ده داتله أم بوس يخله فما نقص من أحدهما زاد في الآخر. أتيشنا أتيشنا تحن إيشم خلقة إيشم خلق هما وقن تع صودقت الله عز وجل مثلا بوس ياتلها أتبوس النخا إيشن دول سحتش وش دده درتاني الله عز وجل صودقت. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. قرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم الميت آل دي شتربا. وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج نعم بتشديد الياء ها هنا في ها هنا قزح بتشديد الياء دي شتربو. وفي الأنعام شهدش ويونس شهدش والروم شهدش وفي الأعراف شهدش. لبلد ميت ال وفي الأعراف لبلد ميت الأعراف شهدش تار إشت يل شعر. وفي فاطر شهدش إلى بلد ميت ال زاد نافع صودقنا أو من كان ميتا دوشا أو من كان ميتا صود ديشتو فأحييناه أنعم سورة شا. ولحم أخيه ميتا دوشا ولحم أخيه ميتا ألا إذا حجرات شا ديشتو إشت نافعس. والأرض الميتة أحييناها ألشا ياسين شا دو إز دو قزحة والأرض الميت أل ديشتو قزحة فشددها أتمت شح تشديد دينتوبا. والآخرون يخففونها بسنجارة بالتخفيف دوشتو إمهتك شي تشديد يوش. وشدد يعقوب تشديد دينا يخرج الحي من الميت دوشح لحم أخيه ميتا دوشح لحم أخيه ميتا ال. قال ابن مسعود بو وسعيد بن جبير بو ومجاهد وقتادة بو معنى الآية تحقق معنى آية يعني قراءة شرويتنش تحقق آية المعنى هدوباتا يخرج الحيوان من النطفة وهي ميتة. الله عز وجل أقرأي آريو يشوع صدو شلوم آريوق من النطفة
دي بقشر خدوي تشورا وهي ميتة إز آريالي يل جينا هو تنخا النطفة نطفة شورا سدلهم آرياق الله عز وجل أما شاء نطفة يلهم ما يؤذبه فشدية ميجين شو سدل شو ما ياتيز ويخرج النطفة من الحيوان إشتا شين شو سدل شو هم شو نطفة آرياق الله عز وجل إذا سمع عنده وقال عكرمة والكلب يسأل يخرج الحي من الميت أي الفرخ من البيضة الله لقد يخرج الحي من الميت أجا عكرمة كلبي سبا إذا تو كوتم قرني آرياق من البيضة هو أنشر ويخرج البيضة من الطير إشتا هو تنخا الخزر شلا الخزر طير ملخ الخزر دقي كوتم يأجو يوقت يعني صحيح ترى الخزر أج نيس خل ما تقصي تشورا خو أردق الله عز وجل وقال الحسن وعطى أصباغ يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن الله عز وجل إيمان دلن استج آرواق من الكافر كرستجخ ويخرج الكافر من المؤمن إشتا كرستج آرواق إيمان دلن شنخ هقنا شن معن دولق متى كرستجه بوصل بوأل معن دول إشتا مثلا دا كرستولشا تندوزل بوصل بخليشول شو إذا تنباس مخلرة ويخرج الكافر من المؤمن ألشا إيمان دلن دا إيمان دلن والشا أما تندوزل خطأ كرستخل والعياذ بالله فالمؤمن حي الفؤاد والكافر ميت الفؤاد إيمان دلن استكشي دوغ دين دول شو إذا تن يوسرت جوية أما كرستغ ميت الفؤاد تن دوغ دلدو قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه دا تايتن قام ألرا لأخ إشتا ويل خلرغا فأحييناه أوخ إزدن وير قال زجاج بو يخرج النبات الغدة الطرية من الحب اليابس الله عز وجل الغدة الطرية تمع عنده أشتويز سويجي الشموخ در محل يالو زلون سويجي حليو شلا هو تنا نباتشي إش آريوخ من الحب اليابس بقبل بالبرتك شرو برتك دعبيش بقبل بالبرتك دعبيش أز برتك خا حل ما يالرا هو تنا خا نباتش ويخرج الحب اليابس من النبات الحي النامي إشت الله عز وجل برتك مباقرة من النبات الحي النامي هيت حلي اللو دين يلشل بوتشر وترزق من تشاء بغير حساب من غير تضييق ولا تقتير حين لا شنا إشت رزق لشوحه حين لا شنا هي سبدوج أخبرنا أبو القاسم نعم وترزق من تشاء بغير حساب يعني حالو شنا رزق لشوحه هي سبدوج من غير تضييق قتن دلدوش ولا تقدير يا بيسليوج تقدير اسقزالو شك بوخليو أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصاني الصائغ أخبرنا محمد بن أبي الأزهر أخبرنا الحارث بن عمير أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى هر حديث علي قردباخ رضي الله عنه ديلش عليه الصلاة والسلام إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من آل عمران شهد الله إلى قوله إن الدين عند الله الإسلام وقل اللهم مالك الملك إلى قوله بغير حساب لقى فاتحة آية الكرسي
آل عمران شو شي آية شهد الله بوشت شنتيرا إن الدين عند الله الإسلام تقاتش صلت آية وقل اللهم مالك الملك تيرا بغير حساب تقاتش الآية آية معلقات دعتي صندوق باخ دعتي صندوق الله هنجرجع ما بينهن يعني ما بينهن وبين الله عز وجل حجاب تارنا الله هن يقوى حجاب دو بردو ودو قلنا أتآية إيلير باخ يا رب تهبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك هيت خديل أحتخو حيلتن تي واحد وسوشتو أحتخو حون عيس خلشان تي واحد وسوشتو أحتخو قال الله عز وجل تاق الله عز وجل إيلير بي حلفت لا يقرأكن أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مثواه على ما كان منه تاق أسا جاوينق شو آية يعني شو ديوشر مدات سن ليشخ تحمو هور لامزن تحا أسا يلسمني تنورزمت ين بما توهين على ما كان منه إذا ملك شو من تعولاحة إذا هو ليلو الشلاحة ولا أسكننه في حظيرة القدس حظيرة القدس حظيرة أدلنا عدوش حدا الله إذا يعني مأوى سنمع عن دولتن أما حظيرة القدس إذا جنة المع يلسمن يبوغدو إذ يلسمن شوحا واخ ورمو ونظرت إليه بعيني المكنونة سي لربين بول شند بعركتاني تنگ حجر مو كل يوم هور دينا 70 مرة قوس إتوز ولقضيت له كل يوم 70 حاجة أدناها المغفرة إشتأسن هور دينا تنا قوس إت حشتو قوت شيرميو أدناها المغفرة تيرا أقرأ كزيك ديگ تيرا أقر كزيك يول حشتو نخ إستون جتشتر يا أقر لقر ديك المعن دالا يشوقع أدنى بوش لوشيني ليلو يشوشتو تاق مغفرة ألا إزغر لقض الله أعلم ولا ولا عذته من كل عدو وحاسد أس إزلروير مو هور مستغخ هور حغيول شنخ ونصرته منهم أستنا تادع تولم لربو رواه الحارث عن عمرو وهو ضعيف الحديث ضعيف بل هو موضوع ضشن الحديث أقا تاكس أقي تعرف اليشو سلطة عبول اقصيلا وجه الله دالا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير إيمان دلن بولشناخ كرستناخ شينا ناق واستمالو تيلق ناق واستليوشوغا فليس من الله في شيء الله هن جرجح الله يدينخ تنقع تاهم أداتهم إلا أن تتقوا منهم تقاه شنا تاجر تقيرا باتا ويحذركم الله نفسه الله قيرم توشنا شيت نقع سنة شو الله هن متع تخلا يعني أشكرستنا خشينا واستليتها الله شاش عازت يدو شيت قيرم توشن وإلى الله المصير الله يرزي شوق شامل وق قزح قوله عز وجل إمام البغوي سبو الله دوش لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين بوشتقا قال ابن عباس رضي الله عنه كان الحجاج بن عمرو وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد يظنون بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم هرشا جكتشا خلبوش انتويت اي اخرش اشا تير اويل خلق انصار شاخ خلو تعتوبي اشا شيدقاها تان تيدينها بيتن دي دوشاش يعني دينها قلبه وخربوشا شاش اش ال فقال رفاعة بن المنذر
وعبد الله بن جبير وسعيد بن الخيثمة لأولئك النفر تاقا هرشا ديل عشان صحاب شخيل بولتار إيلر أو ديل عشان صحاب شبري أنصار شخيل بولتار إيلر اجتنبوا هؤلاء اليهود أو جكتشن جين دولشني أل أو تو جكتشن جين دولشني إيلر تو لا يفتنونكم عن دينكم شو دين أحتان شن بيتن مدويل أل شن بيتن مدايتلش شاش دين مداخيتلش تاج فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم فأنزل الله تعالى هذه الآية إيش يخبولر تاشك أل شنا تار ألك تدش يخبولر إيش إلا مباطنتهم مباطنة بوشتك قزحة من البطانة دشنة بطانة إذا ناق وست وردوق تار عشان ناق وستي بنبير باش شاش ألا إيش يخبولر تار شيء أجكتشن جرج مغولش نعالش الله عز وجل هر آية تفسير باخ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إيمان دلن بولشناخن جرجحة إيمان دلن شارع جكت الشخص ناق واستمبويل وقال مقاتل سبو نزلت في حاطب بن أبي بلتع وغيره وكانوا يظهرون المودة لكفار مكة هر آية مقاتل سدوسن دباغ حاطب ابن بلتع حقها يه قصة تقتن حقها إشتا إيواتشن قحا كانوا يظهرون المودة تار لكفار مكة مكة خلبو كرسنا أبوي تارنا شاينا اشدوق بيز مواتو يتشغل تار قصة تعمدار سكيخة ياز درس مثلا شي جرجر نخلر برحان بو اشتقع بول هتي الله عز وجل تمجينا تاني وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية تاقى كلبيس يعني عن أبي صالح قال ابن عباس قال دباتو هر آية منافق نيه حقا جسن دربوخ عبد الله بن أبي اشتت الناق واستش حقا تارود يا الله كانوا يتولون اليهود والمشركين جكتشت مشرك ناقتان ناق واستليل الشلتار لأخ إيش بول شي بوغي ويأتون بالأخبار تان خبر دو الشلتار ديل إلشن عليه الصلاة والسلام تن أصحاب شي خبر دو الشلتار تارنا تيرخ لاتن دوش وشو ده قعبو دوش ستوش بولشا أن يكون لهم الظفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل إلشن تعتاتولا باقر باستيع بولشا ستوشل تاق الله عز وجل هر آية توسير ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم اشتا إيمان دلن بولشناخن الله نهي ديرة تار ليلوش تجمليل ديلش ال قوله تعالى الله دوشا ومن يفعل ذلك ألشا أي موالاة الكفار في نقل الأخبار إليهم وإظهارهم على عورات المسلمين يعني أسكرتنا أغتاني دوت غليل دا جرجر الوليل دا في نقل الأخبار إليهم بصوب نيخة بصوب ناخخ دول خبر تارجت إيقعش تارج موتبيتش وإظهارهم على عورات المسلمين اشتبسوا بنيخة قيله دحن دول هم نشا اشتان قوشا دوخش اشخلاحا فليس من الله في شيء الله هنجرجع تارجع تاهم داهتهم أي ليس من دين الله في شيء الله يدين يخا تارجع تا حاسب باهتهم بوغدويز ثم استثنى فقال تلقى الله عز وجل تقعها استثنائنا يعني اسكلجينينا إلا أن تتقوا منهم تقاه ال أي إلا أن تخافوا منهم مخافة نقع سن شنو تارجع تقيرا باتح ال شو تيرا قويرش داتح ال دلاحة يسخوز حدالو تنشرو حدالو دوتو قضاء قرأ مجاهد ويعقوب تقية ال دشتار على وزن بقية لأنهم كتبوها بالياء ولم يكتبوها بالألف أقزح مجاهد يعقوب تقية آلدش إلا أن تتقوا منهم تقاه آلدرق أما تارشمة تقية آلدش شئز هند على وزن بقية وزنا تعدوش هند آلشا لأنهم كتبوها بالياء هند يا تاني يزن مدويز رغمت تحاحو حيشا إلا أن تتقوا منهم تقاه دولشا قافا تح ياء دقتجا ياء تح ألف دولش أصلا تاع دول دير تار تقية آل دي الشبائز
ولم يكتبوها بالألف، يعني هينسق مصحف تاع مدار ألف تان تدي أشير تان، مثل حصاة ونواة مخلر تقولكش مثلا نواه لقدوي أتنخ تردي شق سارز، وهي مصدر، إذا مصدر دهون تقاه بوشتك أو تقيدا مصدر دو، يقال تقيته تقاتا وتقى وتقية وتقوى أول. فإذا قلت اتقيته يعني تنا فعلا تندشنش حدالة شو اسقزا. فإذا قلت نقع صنع آلها اتقيته كان المصدر الاتقاء، اتقيت أول اتقى بوش فعل تيرا حدال دويز تن مصدر الاتقاء خردو. وإنما قال تتقوا من الاتقاء دلاحة وقاية نقحة تتقوا فعلنا، أما تنحدى للماستر هدو تلتح الاتقاء الحدالنا. ثم قال تلتح ألا تقاتن أل، ولم يقل اتقاء متأل لا مثلا حاجة، إنما قال تتقوا ألجا من الاتقاء در إذا لك تتقوا أل فعلا قحدار إذا من الاتقاء ير اتقاء تنماستر اتقاء دو. ثم قال تقاتن دلاحة قزع تقاتن ألا ولم يقل اتقاء، لأن المعنى اللفظين إذا كان دلاح هند ألشا شن دشن معا دوي إذ خلحونا إذا كان واحدا إذا تع دلاحة تع معا دلاحة يجوز إخراج مصدر أحدهما على لفظ الآخر. شفع الحقيقي تيش المصدر تيب تيباندو دلاح تير معا تعدق وتا تان أصلا قايل شو فعل دير إيش تشوحا مثلا تن تشندشنا وقن ماستر دو إذا هق دو حليشن حدا لو ميكش دوحن بعربو متى، كقوله تعالى دا القرآن شعما آلرا وتبتل إليه تبتيلا نعم وتبتل إليه تبتيلا الله قرآن شعما آلرا. نعم مو درقة وتبتل إليه تبتيلا يعني الله هنا عباد ترقحها حشا يلخان شادول ديغد علولا يعني. والمعنى الآية تاق آية المعنى حين سمعت لقع دقدر إلا أن تتقوا منهم تقوى بوشتك كردو وين ديشتك. فالمعنى هدون ألشا أن الله تعالى نهى المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم. الله عز وجل نهي دينا إيمان دلن بولش ناخنا كرست ناخت موالة ليليا جرجرلو ليلدر ومداهنتهم تاقتانا حيستولر دوي مثلا اشريز بغيرش تارز قميلشتر مداهنة إذا هو تنخا اشريز بغير تدقش ورسي محتاج أجدي التغير ترعتان. ومباطنتهم مباطنة إذا البطانة يردو إذا ناق واستليتر إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين نقعسن إكرسنا باتحا غالبين ظاهرين بصلنا تحا طولا بحقا يعني أو يكون المؤمن في قوم كفار يا مؤمن استجا كرسنا يقع وقز كرسنا يقع وقز يا كرسنا مثلا حون تعطولا بحقا حماك تعطولا بحقا يخافهم إذا قيرتيرا بصل استج قيرتيرا هون دا تاعتون عازبته فيداريهم باللسان أخ بصل استج ديشك هدو إذا فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان تو تارجا هو تنخا عيق بقش تو دوت ديج فيداريهم ألش فيداريهم باللسان ألش شيء مت تاني عيق بتوش شيء مت تاني عيق بتوش وقلبه مطمئن بالإيمان تندوج إيمان حال دوز نقدوش تندوج إيمان سمت يميدوش دفعا عن نفسه شيء سلر درهم شالر ورهم من غير أن دلا حجلة حقمت بيلقل دي دوري قيتا من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما تو حارم دولشتول تي حانل دردوش يا حارم دوستول داخني حارم دردوش بو قدو دلا قدع ديو شوي
ويظهر الكفار على عورة المسلمين اشتتوا بسو بنيه قيل دحان دول هم دوي إذا كرسناخن قوشا تصداقش. والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية. التقية مثلا هقايتنغا الله مجين دول تقية يوي حتيرا قيرن بولشا حلر ولر حيمت تاني أحا إش يخبر إذ خوش داتون إلا مع خوف القتل حون فير قيرن بلح بما وسلامة النية إشتح النية أنا دولش يعني حدوغ إيمان حال دوز نقدولش. قلنا لوش تقودو بوصل بستغنا مثلا كرسنا بوصل ناد أتولن باق نحقه تنا إحالة تنا عاز في قيرمه ويز مثلا بروست أجوقع عشو قز كرسنا مثلا حماك تعتولن باقن حوت ماك عشو حيوك تعمو هما تبوه أحا حي لأم تاني وغن تان داج نيتوشت بوصل بنيخة تي دخني حانل در عان در يا مثلا تان بوصل بنيخة قيل داقن دولهم قوش داقر إذا دوش عدد إذا حون قيرن بلح ويش ولح قوش داقيشوس داتيز أما ويش داقو هاي سلر در حاما إشادق أحا تان قوش داقن دوشة حو مثلا تير كروخن كرسنيا كروخن تاشاش حويحو يا هرا أول يا وجه أول أشا إيش أحا إش يخبا ميكش تغلر قويتو قايتو إذا إمان بغوي سو قابل قل مدر لا قبل علم شناخا لا تندر وين خاديش تقول اتقي بوشتل دوشتوي إلا أن تتقوا منهم التقى تير قيرر أحقي حون قيرن بولشينحا أقا تير لربل رحامة إش بش دشنش آل مقر إذا ما تخلشتو إذا كرسني خبوصو بنا تعتولن باقن بلاح إشتا حد إتاع أسلوبيو دوست حد نسقو شواتقو نسق باتقا مثلا تان دو حلوالا يا تيجا دعوة هم ده شولغا حون إحالة إخوتنا حدوغ إيمان حال ديزن خل ديشتو حتى وين مخأرة كفر الدشتو دشنش آل مكشتوق دلاحة حدوغ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان دا قرآن شما الله شين كراهة إكراه خل ووتغ تندوغ إيمانخا سمتيمي دولش تاقا تندوغ سمتيمي إيمانخا سمتيمي بوش تقودو حدك شو إيمان خل ديشتو أما حو نيبسرس نحون عازب ديش حويش حولا ولاحة إشتوع كفر دشتو دشنش آل مكشتو أما أتحولح تنتمكش تقودو إذا بوصل بنيغ تيعانو مكشتات يا بوصل بنيغ داخني حانل دا مكشتات حكمتها إمام البغويس إذا ما ألر ميشو عدريز نعم أيوة متى دفع عن نفسه من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما أي سبحان الدر دوشة حارم دوشتل تي حارم دوشتل داخني مثلا تغنى ناخن يقع ليشتل هما يا كرسني مغري داخو حتنا كرسناخن غدش بوصل بناخن دوحل تمشبر بوصل بناخ بيئر إشمل هو بلحداج إشمل هو بوصل بناخ بلحداج تعباش له يحسن يا إشتا موت بيتر مثلا كرسناخن بوصل بناخن دوحل يبوصل بناخن لك بوش أتكيبر هم استجي قاعد دلها إذا تنا بوصل بدنا تع حاسبات إذا دينشر آرو ساشي كويا تسوتها متى إما بغويس إذا بيلقى المدار يخا حكمت حوصلشني إلا أن تتقوا منه التقى بوشتك فليس من الله في شيء بوشتك دوي الله دنيا تنتحاهم خير داس بوك شيء مثلا إذا نكرة قاعدة نقز مثلا نكرة قاحة في سياق النفي دوغي مثلا نكرة في سياق النفي داغحة فهي تعم شامل هم شلوت يبو قدو الله دنيا تحاهم داتونغا تا داق داتونغا إذا تاشيكو جدينشر آر واستقو بو قدو تلتحا أو يكون من قوم كفار يخافوهم فيداريهم باللسان نعم وقلبهم مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما أو يظهر الكفار على عورات المسلمين والتقية ماشي هذا والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية إلى قال تعالى لقصيد عوش الله دالبو يعني القدر إمام البغس ويدش شنطة التقية يوي حاليلو يشيل شو تقية إذا خلشياتهم إلا مع خوف القتل حويرو القيرن بلحبهم
هنتاقا يهو بيلقل دي شقوزان لوش تقودو تقي حليلو يشيك أحي متاني وش إيخبش وش ريزبا قميل دردوي مثلا إذا قميل تحن مكش ده تحنو حويش حولي واللح بين باحتا تويست أطل قيرن بلح بين هون داقا مثلا هرا داقا حانت أدوارش دهر الإكراه ملجأ يويز أو غير ملجأ يويز إكراه شين كيبر خلشوق إكراه ملجأ خلشو إكراه غير ملجأ خلشو دينا لور شو الإكراه خلشو دينا لور شو الإكراه خلشو تون دا عيلبشنا اختلاف خلا مثلا إمام أحمد أنا إكراه الملجأ دينا لور شو الإكراه إذا حون نبس رسنا حون عازب ديش خلشي بيمتو لور سخلا أما قبل عيلمشنا تون زامش أخل بولشا مثلا تون أوشينيك خلو يحيى ابن معين تارا هو تنخا هون عازب خردو القيرن بلاح تانا مقوش الله تارا هتي قزعلوش دقا حيث اللرديشا حوغر ديح دولش دوش ناخن ديح دولش دول زي دوي تست حوغر ناخن زي ديح داليش وش تحني أول بصوب استقن مثلا إكرسنا ريز بغيرشا بصوب ناخن موت بهتا إشيات إكرسنا ريز بغيرشا بصوب استقن عانور دوستل هم بيلقل داقة مكشدات بوصل بستجا داخني هلق دي دوستل هم مكشدات عليل ده داقة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الإمام بغويس هر آية إن شاديسة شن دليل نحداليتو شن إكرا خلوتك تندوغ إيمان مطمئن دلش يعني سمتي ميدوش ثم هذا رخصة تلت هر يحون باعتو رخصة إذا هو تنخا بيحكز له هر يحون فلو صبر يعني رخصة يبقى قدو حون مثلا عازب ديشلات وشوع يوشوع إشتوعها حيسحل خار داقر هاما كرستل اللي تشويق شوال استق كرستل ديشتول ديشنش آل مكشتوع يا إشا ريز بير بولش بولو قميل دا إشا يوحاتيقا مثلا بريتوريات دوقع سو أشو يسقواتشن إتقدالي بوش أما تمكشتك تحني حول حويش ولاها إذا بوصل بستك تي عن در مكشتات بوصل بستك داخني حان در مكشتات يوي ما الله را أتكسني مغرش كلاغي تنبوصل بنا عندو على طوان بق مكشتات يموت بهتا مكشتات إشادك كفر الدويس دينشور آرواق شم دويس تق أقا حجلا إما بغويس بو ثم هذا رخصة يرهن بوي إذا عندها رخصة يرهن فلو صبر دلاح إصوبري خلاح حتى قتل إذ فيلت مثلا حوك كرستل ديشتل ديشنش آلبو حصوبري رخصة حية سي شو هاي أبرفداني حون خلشو تيقع بيحكزلو ني بيحكزلو هو تنا رخصة versie ما تعالج مو خلريز يعني بيحكزلو يقدر تستيش تاقا أما حصوبري خلعبوه حتى قتل حويلت فله أجر عظيم تن يقوخ يوليال خيريحون وأنكر قوم التقية اليوم لك إمام باويس بو شي زامن شو ديك دوشتوكتو تغن وي زامن شو يكرسني خا يقيرم خلي الشوشتل هم دوي إذا تن إنكر وينحون با قال معاذ بن جبل ومجاهد الله كانت التقية في بدو الإسلام قبل استحكام الدين وقوة المسلمين التقية بوشتك إذا إسلام دين دعدولو تشينا درحون قبل استحكام الدين أحدوشت الحكم شدوي حكم إسلام دينا استحكام إسلام دين شاغ دلي وقوة المسلمين بصوبنا شاغ بلي وأما اليوم فقد أعز الله الإسلام فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم أم تغن ويزا ما شاء الله عز وجل إسلام دين سيلح دينا فليس ينبغي لأهل الإسلام إسلام دينا أهلنا تانا تنبولش لا تحن إشا شيء مستغ قير وقال يحيى البكاء بوخ يحيى البكاء قلت لسعيد بن جبير خاتر شابوه في أيام حجاج بن يوسف وزامن خاتر شابوه إن الحسن كان يقول حسن البصري كان يقول تؤولر لكم التقية باللسان والقلب مطمئن بالإيمان يا خاتر دي صندوق متى خاتر خلدي يشتات مثلا حسن البصري يسأل لك دو إثباته قشنا يتقي يشون شيء مت ثاني الشيء تقي جوتش يحقر موستخ شاش قيرش يعني تن إيش عير بيش قميل در شو دقة إيمان سمتي ميدولش فقال سعيد إليرتاق
تاق سعيد بن جبيرس ليس في الإسلام تقية إنما التقية في أهل الحرب. إسلام دين تقية ياتشون يعني بوصل ناخن يقعها مثلا إبتشع بوصل بولش بوصل بتشعوك مثلا شريعة تاني حكم دش بولش قاتشن بولش مثلا إشتشوحا تقية ياتشون أما تقيته إذا أهل الحرب كرست نابوي تار يقع بمخلش ياتشون إزال ويحذركم الله نفسه ألجا الله عز وجل أي يخوفكم الله به الله عز وجل شيخ قيرم توشن عقوبته شاشنا عازب تيدو ألا على موالاة الكفار أشكرتنا تجرجرلو ليل درجحة قاستن بصوبنا غنا زيدش وارتكاب المنهي عنه اشتدال نهي دين دل هم أشليل درخة قيرم توشن الله عز وجل ومخالفة المأمور شا أمر دين دل هما أشتنا خيلف بلوير أش إذا عدتر الليل تدرجها إشتقيرم توشن الله شيخة شعازب تيدوشن آل يعني يحذركم الله نفسه آلشا الله عز وجل شو نقعسن أتكرت نعتاني جرجر لولي لشخلا شو دال حارم دي نقلي لشخلا شو دال أمر دي نق عدوش خلا إقوش ديش تخلاها شاشن عازب تيدو آل الله عز وجل قيرم توشن وإلى الله المصير بقى ويدورزي لا الله يقحميو الله يقبرز بيشو شامل وصدق قطع خاتشن بيربو يتخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.